ايوه انا البت المستفزه اللي بتبوست لونج فيديو كل شهرين. ايوه انا عارفه. صباح الخير او مساء الخير على حسب بتتفرجوا عليا امتى. لو اول مره تشوفوني انا نوران وبعمل كونتنت عن الوكاله والاستدامه واللبس المستعمل والرسم على الهدوم، حاجات مختلفه. لو انتوا انترستد ممكن تعملوا سبسكرايب، ممكن تعملوا جرس التنبيهات عشان تشوفوا كل الفيديوز اللي انا بعملها، تعملوا لايك وشير للفيديو ده لو عجبكم، لو عجب اي حد من اصحابكم او لو حد انترستد فيه ابعتوه له على طول، لان ده بيفرق معايا كصناعه محتوى. ايوه انا البت المستفزه اللي بتبوست لونج فيديو كل شهرين. ايوه انا عارفه بس خلاص مش هوعد خالص. يمكن لما ما وعدش او فيه دي حاجه ديب، بس ما علينا. المهم نزلت الوكاله الاسبوع اللي فات، ايوه في رمضان. متحمسه اوريكم جبت ايه، عشان لو حابين تجيبوا حاجه للعيد. مش لازم يعني بصراحه، لازم اقول المقدمه دي ان مش لازم نجيب حاجه للعيد. انا عارفه ان هي سنه وان هي حاجه جميله وبنعملها من واحنا صغيرين، بس ممكن لو هي سنه وكده ممكن نفرح بحاجه واحده، نجيب حاجه واحده مثلا نفسنا فيها او كده، مش لازم ننزل نتبضع. بعد ما قلت لكم كل ده هوريكم حاجات جبتها لنفسي وللبراند. هقول لكم كمان الاسعار لذيذه جدا. وخلي بالكم برضو عشان احنا في اخر الشتاء، خلاص دخلنا على الصيف، فالاسعار الشتوي بتبقى حلوه قوي. انا دايما بعمل الموضوع ده، بشوب حاجات شتوي اخر الشتاء وحاجات صيفي اخر الصيف، عشان تبقى سعرها اللي هو مخسوف بيه الارض. مهم يلا بينا. اوكي، دي الحاجات المغسوله، ورايا الحاجات الدراي كليند. عشان خلي بالكم برضو تip مهمه، ان انتوا ايه ده يا لهوي، استنى، انتوا تغسلوا الحاجات صح بتاعه الوكاله، وتبصوا على الليبل اللي جوه الهدوم عشان تعرفوا هتتغسل ازاي، لان انتوا ممكن تفرحوا وتجيبوا حاجه رخيصه جدا وقيمه وفي الاخر تغسلوها غلط فتبقى ما تتلبس. يعني دي الحاجات متطبقه. في حاجه واحده بس على المنشر، هي بنطلون فاقع كده جينز، هوريهولكوا لونه تقريبا سمو او حاجه كده، بس هو لسه مبلول، فيا رب افتكر بس اوريهولكوا في اخر الفيديو اروح اجيبه من المنشر. لازم تبقى دراي كلين عشان ما تبصش حاجات اتغسلت، وكمان هتفرقوا ما بين الالوان عشان بس ده ما يطبعش على ده وده ما يبقاش على ده. اغسلوا صح يا جماعه عشان تكملوا جميلكم ان انتوا اشتريتوا حاجه من الوكاله رخيصه وقيمه وغسلتوها صح، فتمام مبروك عليكم. يعني امشي باني ترتيب؟ انا همشي بترتيب عشوائي ولا ايه؟ الاول رحت ستاند كده في حاجات ب75 جنيه، حاجات صيفي. جبت منه حاجتين بس، انا حاسه انا جبت منه حاجات اكتر. التوب الكتان ده الخامه بتاعته رهيبه، ما قدرتش اسيبه. هو شكله عامل كده، في بقعه صغيره بس اول ما غسلته اتفيدد، فبرضه لسه هشوفه في الشمس لو ممكن ابيعه كده او ممكن مثلا اصبغه. هو انا حسيت ان هو ما يتفوتش الحقيقه، لان زي ما قلت لكم خامته تحفه. والبراند بتاعته اسمها اليسا كافاليتي. اوكي، اليسا كافاليتي ده بقى ايه؟ وريني كده. ميد ان ايطالي، ماشي، معمول في ايطاليا، والخامه بتاعته 50% كتان و50% قطن، اللي هو تحفه. وبعدين تاني حاجه برضو كتان، التوب الكيوت الفظيع ده لونه بيبي بلو. انا الصراحه جبته مبدئيا للرسم، وبعدين لما غسلته حسيت له هو بيرفكت زي ما هو، وخامته تحفه بجد. جماعه الكتان تحفه بجد، انا بموت في الكتان. ايه ده، في ايه؟ انا اشتريت قبل كده حاجه كتانها حلو كده من الوكاله، اللي هي البنطلون بتاعي اللي كان مبقع وطرست عليه. كتان تقيل كده، انسجه باينه كده وواضحه. انا طبعا مش بفهم قوي في الاقمشه بالطريقه اللي هي المعقده دي، بس انا حاسه احساسي كده بيقولي انه كتان تحفه، وكمان تخين ومش بيشف. هو انا كنت ممكن اخده لنفسي، بس الحاجه الوحيده اللي مضايقاني فيه انه تلت كم، وانا ما بحبش الهبل ده، فيعني ما علينا عشان انا كمحجبه يعني لسه بقى هلبس تحتي حاجه والجو ده، فلا. التوب الابيض كان ب75 وده كمان كان ب75. انا والله حاسه اني جبت حاجه ثالثه ب75. هل هي التوب ده؟ متهيألي هو التوب ده نفس الماركه بتاعه الديزاينر اللي هي بتاعه التوب الابيض، بس انا ما كنتش واخده بالي. بصوا انا جبته عشان هو حقيقي غريب جدا، بس بيقول ان هو ديزاينر، يعني بيبقى فيه حاجات كاتشي وغريبه، وبجد انا جايباه واللي هو مش عارفه انا هعمل بيه ايه. هل انا هاخده لنفسي، هل انا هبيعه في البراند؟ عملت سيرش عليها وطلع بقى هوريكم الموديل وهي لابساه، وهوريكم ثمنه دلوقتي بيتباع بكام. والزراير الصفرة دي غريبه جدا، بس هي كانت بيضه يعني في الصوره، فمش عارفه الصراحه حاسه بايه وهي صفرة كده. متهيألي هغيرها. بس بصوا في زرار كرسي تحفه، وفي زراير كده راندم برضه. انا حسيته الصراحه توب فن قوي،
والكات بتاعته تحفه. يمكن لما اقيسه مثلا يعجبني اخليه، بس مش حاسه ان انا عندي لبس كتير قوي، فمش حاسه ان انا اللي هو ليه مكان في دولابي. ده كمان كان ب75 جنيه. انا نسيت بس اوريكم ان التوب ده الماركه بتاعته اسمها كوالا، مكتوب عليه هاند ميد ان كوريا، مصنوع في كوريا. بحب عامه الستايل الاسيوي قوي. اللي بعده لقيت ستاند فيه تيشرتات ب35 جنيه، ودي حاجه نادره جدا لان التيشرتات في الوكاله دايما بتبقى غاليه، لان دي من الحاجات القليله للرجالي، وبيسعروها عاده من 75 جنيه اللي هو لو ده رخيص قوي ل 150 جنيه وممكن 200 جنيه واكتر كمان. ف 35 جنيه طبعا اعرفوا ان في قرف، في ديفوهات. بس بقى يا جماعه انا بموت في التيشيرتس الجرافيك تيشيرتس، ومش بلاقي حلو كتير في الوكاله، ولما بلاقي حلو بيبقى حلو قوي. المهم يعني لقيت كده كذا تيشيرت عجبني بس فيهم بقع، فغامرت عشان هو ب35 جنيه، قلت هجرب اشيل البقع ماليش دعوه هتصرف. فتيشيرت منهم فكرني بصاحبتي فجبته لها. هو التيشيرت ده، هو ده عامه ظهره ومكتوب عليه كيفن ار براندت، وطلع ان ده فنان بيعمل illustrations، والتيشيرت يعني والillustrations بتاعته اتطبعت على التيشيرت ده، وهو ده من قدام. كان فيه الصراحه بقعه، هي ما زالت موجوده صفرة كده وفيدد. المهم يعني انا حاولت ادخله، يعني غسلته الاول كويس قوي، بعدين حطيت عليه حاجات ودخلته وحطيته في كلور. البقعه فيدد بس ما طلعتش خالص. بس سالت صاحبتي قلت لها هل انت انترستد في حاجه زي كده ولا هتقرفي، لان التيشيرت ده بيفكرني بيها عشان هي فري دايفر، واخده كورس فري دايفنج وبتعوم، وهي اصلا السمكه بتاعت شلتنا يعني. فحسيت ان التيشيرت ده بيرفكت ليها، لو هي تلبسه في البيت لو متضايقه من البقعه يعني. بس هي قالت لي هشوف كده، بس غالبا مش هتبقى متضايقه اعتقد يعني. وطبعا متفهمه الناس اللي هتقولي في الكومنتس اللي هو ايه القرف ده بقى، بجد متفهمه جدا يا جماعه. والله انا مش عايشه في بابل لوحدي، انا عارفه ان ده ممكن تكون حاجه مقرفه كتير قوي للناس، بس هي يعني هي مش مقرفه بالنسبه لي خالص. وبعدين بقى لقيت في نفس الراك تيشرت فيه بقع برضو. البقع دي هتبقى باينه ليه يا جماعه، بس هو بجد سوفت قوي وقطن تحفه واوفر سايزد، وفي عربيات كده. هو ده ستايل لكسس سانشاين 83، واحده من اكتر اليوتيوبرز اللي بحبهم وبتابعهم. قلت لكم الشانل بتاعتها في الديسكربشن بوكس. هي ده الستايل التيشيرتس اللي هي بتحبه، فانا اتاثرت بيها. كانت بتحب كمان هارلي ديفيدسون تيشيرتس، وكانت بتحب دوك مارتنز، كل ده انا اتاثرت بيها يعني. بس حسيت اللي هو واي نوت، انا بحب قوي الاوفر سايز تيشيرتس دي البسها في البيت. المهم يعني 35 جنيه وحاولت اطلع البقع، نضف زي الفل. في بقع لسه موجوده اللي هو بس قشطه البسه في البيت يعني. برضو متفهمه اللي قلتولي ايه القرف ده عادي. ولقيت بقى تيشرت اللي هو الحمد لله مش مبقع ولا اي حاجه، اصفر بلين. بحاول اجمع تيشرتس قطن حلوه عشان نرسمها في البراند في الصيف، لان احنا داخلين على الكولكشن الصيفي. هو مفيش كولكشن قوي، احنا بنرسم بالبيس وكده وبننزل واحده واحده، بس احنا حابين اللي هو عندنا حبه تيشرتس قطن حلوين عايزين نرسمهم عشان يبقى عندنا كولكشن تيشرتس مرسومه في البراند يعني. رحت راك كده، انا مش فاكره انا جبت البنطلون ده بكام، ب100 او ب75 مش فاكره والله، هو متهيألي ب100. بس ده بنطلون قطيفه، او اسمه قطيفه كوردروي بالانجلش، قطيفه متهيألي، ولونه اورنج كده. انا كان عندي نفس اللون بالظبط، بس الكات بتاعته كانت سكيني شويه فبعته ما كانش عاجبني. فده بقى الكات بتاعته بيرفكت، وكان نفسي يجي مقاسي. الحمد لله انا قسته اصلا جه مقاسي بالظبط، تحفه وواسع كمان، فعجبني. حسيت اللي هو ده تمام، ده بتاعي، واللون بتاعه خطير، والماركه بتاعته فانز الحقيقه، فدي ماركه كويسه تحفه يعني، حلوه قوي. اتبسطت، حسيت اللي هو تمام، ده ليا. متحمسه قوي ستايله. طبعا انتوا عارفين زي كل سنه بقعد اشتري حاجات اللي هو شتوي في اخر الشتاء، والبسها السنه اللي بعدها، بس مش مشكله عادي يعني. وبعدين بقى رحت راك مليان جواكت، اشتريت منه حبه جواكت حلوين، بتاع مثلا 6-7 جواكت حاجه كده، هنعدهم دلوقتي معاكم. الجاكيت الجينز ده هو كروبت كده ومن جوه مبطن. هو الحقيقه ماركته بولمبير، وانا نادرا ما بشتري فاست فاشن عشان ارسم عليه، بس حسيته عجبني الكات بتاعته، وعجبني قشطه الكواليتي حلوه يعني. بس فقلت ايه يترسم عليه يبقى لذيذ قوي في البراند. زي ما قلت لكم كان ب100 جنيه. وبعدين لقيت في نفس الراك الجاكيت الدنم ده برضو ماركه اسمها ليز كليبورن، انا بحب الماركه دي وبلاقيها كتير عامه في الوكاله. ولما بتفرج على الاجانب اليوتيوبرز الاجانب اللي بيعملوا كونتنت عن الثريفتنج، بلاقي برضو ان الماركه دي موجوده على طول في عندهم في اللي هو في الثريفت شوبس والحاجات دي. زرايرها الصراحه مش انا قوي يعني، اللي هو الورد الستراس ده، فغالبا هغيرها لحاجه مختلفه يعني، حاجه شبه البراند، وهو سيمبل قوي. وبعدين اخف كمان من الدنم جاكيت التاني مبطن، ده خفيف، ممكن اللي هو يبقى ايه ديمي سيزون وكده، وصيف قشطه يدخل على الصيف شويه، لكن ده شتا يعني.
لقيت الجاكيت الخطير الرائع الغريب المختلف ده. بصوا انا طبعا هلبسه في كليب قدامكم واقرب. التكنيك بتاع الجاكيت تحسه حاجه مطبوعه يدوي او حاجه، فهو ده اللي شدني، غير طبعا لونه والباترن وكده. وانتوا عارفين ان انا بحب دايما الباترن بتاعت السجاجيد والستاير والحاجات دي، فالصراحه عجبني جدا جدا جدا. وعملت سيرش كمان على البراند، اسمها انتيك باتيك. انا حاسه انا سمعت عنها قبل كده، بس يعني هي براند خطيره والله العظيم. لو دخلتوا على الويب سايت رهيب. البراند دي حاجاتها غاليه قوي، فسيبكم الكلام ده، بس هو نفسه جامد. انا طبعا بحب ابص على البراندز وكده واعرف ان انا جبت حاجه بسعر اي كلام وهي اصلا سعرها غالي. بس احلى حاجه انه يبقى عاجبك طبعا، وانه يبقى كمان كواليتي حلوه. مش دايما مثلا الحاجات الغاليه بتبقى قيمه، بس الغلو بيبقى انديكيشن حلو ان انا اعرف ان هي قيمه ولا لا. مكتوب عليها ميد ان فرانس. بس بحب انا قوي بقى اقعد اشتري حاجات من الوكاله واعرف الستوري ورا الموضوع او القصه ورا الحوار الموضوع. وعلى فكره الطريقه دي بتعرفني البراندز اللي انا عمري ما سمعت عنها. انا يعني اوبسست بحاجه زي كده يعني. غالبا هاخده لنفسي، هقيسه، هشوف. بس انا باخد نفسي حاجات كتير شبه كده ومش بلبسها في الاخر، فانا محتاجه اعمل ديكلاترينج محترم لما الدنيا تبتدي تصيف شويه، لان الايام دي في حاجه غريبه في الجو، مطر ورعد وبرق وبرد وحاجات غريبه. اوكي، امي وخالتي كان عندهم فطار رمضاني من كام يوم، وكانوا قاعدين كده في اوضه ماما عاملين يجربوا حاجات ويستلفوا مني حاجات شبه الافطانات وكده، عشان عندي لبس كتير شبه لبس رمضان. خالتي كانت بتقولي على بيس كده، ايه ده جبتي دي منين؟ فقلت لها دي من الوكاله. فقالت لي ايه ده بجد؟ لو لقيتي حاجه شبهها جيبيلي. فانا يعني ما لقيتش حاجه شبهها، بس لما شفت البيس دي فكرتني بامي وخالتي. اولا هي تقريبا الخامه الماركه بتاعتها مكتوبه اورجوان، وصنع في حاجه خليجي، امارات او كده. والافطان اللي كان عاجبها قوي كان خليجي برضو، وانا بحس ان الماركات ميد ان كويت، ده صنع في الكويت. والحاجات الخليجي بتعجبني الكواليتي بتاعها، مش كلها طبعا بس معظمها بتبقى انترستنج قوي، كواليتي حلوه. فالخامه دي هي شبه الخامه اسمها ايه يا ربي، بتاعت شانيل، اسمها تويد. اوكي، عجبتني ولونها تحفه. هو طويل قوي فممكن يمشي كبلطو مثلا، او كمثلا ممكن يبقى ستايلد از دريس ممكن يعني. فقلت لماما يعني ده ليكي انتي او خالته، وشوفوا كده اللي عاجبه ياخده. يعني انا بصراحه مش بعرف اركز ان انا اشتري حاجه لحد من الوكاله، عشان ببقى اللي هو مركزه في حاجات البراند، الحاجات الرسم وكده. بس لما بيقع في ايدي حاجات اللي هو شبه ناس بحبها، بحاول اللي هو ايه ده، طب ليه لا، ماشي اوكي قشطه. وده كان بيديني راحه شويه ان انا عندي براند، فممكن مثلا لو هم ما عجبهمش الحاجات دي يهديها لحد تاني من صحابي، يهبيعها في البراند لو هي لايقه على البراند يعني. فدي حاجه لذيذه. ولاف لانجوج برضو، خلي بالكم الهدايا دي. انتوا عارفين انا دايما بشتري النوع ده من الجواكت للبراند، يعني اللي هو تحسوه بليزر كتان في نفسه. هو ده الكتان بتاعه حلو قوي ولونه تحفه، ويمشي يونيسكس والله. بس الزراير بتاعته لا بناتي شويه، بس قشطه يعني. وكانفاس واسع كده للرسم بجد، وبيرفكت، مفيهوش اي بقعه ولا حاجه، هيترسم عليه بقى للصيف، هيبقى خطير. لقيت برضو ستاند عشوائي كده عليه حاجات جلد والله. طب والله العظيم بقى فله. جاكيت الجلد ده يا جماعه كان مطرب تراب رهيب بجد. هو جاك اند جونز عامه، هي جاك اند جونز دي ماركه موضه سريعه عادي، بس هو جلد طبيعي. عجبني الفت، وعجبني هو كان ب100 جنيه برضو، حاجه اللي هو ولا حاجه كده. قلت هرسم عليه عشان كان فيه بقع، بس اللي هو دلوقتي هو راح دراي كلين وبقى فله. فانا دلوقتي مش عارفه انا رايي ايه الصراحه. ساعات بجيب حاجات من الوكاله لو عجبتني الفت بتاعتها اكتر من حاجه اوريدي عندي. يعني انا عندي مثلا جاكيت جلد اسود، لو عجبني الفت بتاعه اكتر من جاكيت عندي، بودي جاكيت عندي يترسم في البراند وباخد الجاكيت ده مكانه. يعني حصلت كذا مره. عامه الحاجات الجلد الطبيعي تحفه في الوكاله، تحفه. ركزوا بس ان انتوا لو هتجيبوا حاجه مثلا محتاجه دباغه، الدباغه بتاخد فلوس كتير. يعني لو جبت حاجه ب50 او 100 جنيه مليانه سكراتشز ووقع، اعرف ان هي تتكلف على الاقل 250 300 جنيه في الدباغه. فاعمل حسابك بس اللي هو السعر ده، اعمل كالكوليشن كده في دماغك اللي هو يستاهل ولا لا. بس هو الجلد الطبيعي طبعا يستاهل يعني. ديزاينر بيس، جبت دريس ابيعه في البراند عندي، الماركه بتاعته ماكس مارا، مش عارفه تسمعوا عنها ولا لا، وميد ان ايطالي. وده صوف، وده مش عارفه ده حاجه تانية، بس يعني ده كل ده صوف. هو شيك قوي وكلاسي. دي بيسز ما تتفوتش، وفي نفس الوقت بنحطها في سكشن كده اللي هو ديزاينر بيسز. دي بتساعدنا قوي ان احنا كبراند نكبر، يعني الحاجات دي لقط،
فهنحطها على جنب، فاللي هو انترستد فيها يشتريها بسعر كويس. فالسعر ده احنا ممكن نطور في يعني في البراند، نشتري اكويبمنت مثلا، نشتري الوان يساعدنا في الحاجات دي. فمتخيله هعمل له ستايلينج مثلا، نحط تحتيه شميز وهلبس الموديل مثلا بوتس ولا حاجه. بس غالبا بقى هيتصور الشتاء الجاي عشان خلاص يعني الصيف داخل، مفيش حد انترستد ان هو يشتري حاجات شتوي. معلش الدنيا مبهدله. بس انا كده خلصت، فاضلي بس بنطلون جينز هجيبه من المنشر. ثانيه واحده. ده البنطلون الجينز اللي انا جبته. انتوا مش متخيلين احنا بقالنا شهور بندور على بنطلونات جينز ملونه عشان نرسم عليها ديزاين الهندي اللي احنا بنرسمه في البراند. لما الانسان بيبقى عايز حاجه مش بيلاقي، بلاقي الحاجات التحفه اللي انتوا شايفينها دي، بس في نفس الوقت قعدت اقول لا 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 ان شاء الله هلاقي بنطلون ملون عشان احنا محتاجينه. فالحمد لله في اخر لحظه لقيته. ابغى اقول لكم انه كان ب 75 جنيه بس استحي بجد، انا ناسيه. بس والله العظيم الحاجات دي اغلى حاجه فيها ب 100 جنيه اللي هي الجواكت. التيشيرتس ب 35، التوبس الكتان ب 75، والبنطلونات قولوا اللي هو من 75 ل 100 جنيه. متهيألي ده كان ب 100 على فكره. بس لونه لذيذ قوي، ما رسمناش على اللون ده قبل كده، وكنا دايما بنرسم الديزاين الهندي على احمر على اخضر على اصفر، فده بينكش كده ومبلول زي ما انتم شايفين. والبراند بتاعته شكلها كده اللي هو فينتج. عجبني الكات بتاعته ان هي هاي ويستد وطويله وواسعه، انا دايما بحب ارسم الانديان على كده. بس كده، يا رب تكونوا اتبسطتوا. كل سنه وانتم طيبين. ولو حابين تنزلوا الوكاله في رمضان هتلاقوا حاجات حلوه ان شاء الله. الصيفي نزل زي ما انتم شايفين، والشتوي لسه موجود برضو. انا بقى بالنسبه ان انا رحت اماكن ايه او كده، جماعه كل مره بقول لكم والله مفيش مكان مميز، بس انا المره دي رجعت لورا شويه فاتبسطت. لقيت حاجات ممكن ارخص شويه من عند زكي السماك، يعني عند شركه الكهرباء. او لو انتوا طلعتوا مثلا المترو بتاع ماسبيرو، لو رجعتوا لورا شويه كمان في الشارع بتاع شركه الكهرباء هتلاقوا استندات رخيصه وحلوه ولذيذه. فيمكن ممكن تبداوا من هناك. بس زي ما بقول لكم يعني هو مفيش حاجه معينه هتضمن لكم ان انتوا هتلاقوا حاجات حلوه. اتفرجوا خلاص ودوروا وبتاع واعملوا لسته، او رجعوا شوفوا من اول يوتيوب فيديو نزلته على الوكاله خالص، في نصايح لذيذه يعني ممكن تساعدكم ان انتوا تركزوا وتعرفوا تجيبوا حاجات حلوه، او لا يعني او يعني تعرفوا تكثفوا الجهود بتاعتكم في ان انتوا تجيبوا حاجات حلوه من الوكاله يعني. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والحاجات دي. وبس كده، يلا باي باي.